السلام عليكم. اليوم جيتكم بوصفة أخرى تاع مملحات واللي هو الخبز المنفوخ. هيا ندوزو لطريقة التحضير. نبداو أول حاجة بالخبز. عندنا 300 غرام تاع الفارينة، نزيدو لها 4 غرامات تاع الملح ونخلطوها هكا. بعدها نجيبو 200 غرام تاع الحليب يكون دافي، نديرو فيه 6 غرامات تاع خميرة الخبز و10 غرامات تاع السكر. من بعد نضيفو هذا الخليط تاع الحليب اللي الفارينة تاعنا غير بشوية ونبداو نلايمو. ما ترميوش كلش دفعة واحدة، ارميو غير بالعقل. هنا قادرة تديلكم كامل هذه الكمية، صاديبون الفارينة تاعكم اذا تشرب بزاف ولا لا. كيما انا ما كملتش الكمية كامل، بقات لي غير شوية في البول. هاي ليكم العجينة بعد ما طميتها، تجيكم حاكمة روحها وميم طون طرية وتكون تتلصق هكا. نجو هنا نعجنوها حوالي 3 دقايق ولا 4. شوفوا كيفاش هنا ولات ليس. نغطيها ونخليها تخمر لمدة ساعة أو أكتر. إذا كان البرد ديروها قدام الفرنو باش تخمر لكم بالخف. هنا ندوزو للحشو تاعنا واش راح يكون فيه. شوفوا هنا كنت شريت صدر تاع الدجاج، قطعته هكا كبير حتى مور ما ندوزنهم ونقليهم باش نقطعهم صغار. هيا ندوزو للتتبيله دوكا. نديرو شويه تاع الزيت ونزيدو نص باطه تاع ياغورت ناتشو. اما بالنسبه للتوابل عندي من كل شويه، ولا ديرو بهذيك المغرفه الصغيره تاع القهوه. درت قزبر مرحي، كركم، زعتره، زنجبيل مرحي، فلفل كحل، فلفل احمر، الملح والثوم المرحيه. واذا ما عندكمش مرحيه معليش ديروا سنينه كيما انا راك تشوفوا راني درت. ودرت ثاني توابل الدجاج وطماطم مصبره بهذيك المغرفه الصغيره. نخلطوا كلش مع بعض ونديروا الدجاج تاعنا ونخلوه يشرب مليح هذيك التتبيله. واذا كنتم مزروبين معليش تقدروا تقلوه ديريكت كيما انا قليته ديريكت، ما كاش عندي الوقت. رحت جبت المقله تاعي، درت فيها شويه تاع الزيت ودرت لي سكالوب تاعي وخليته يتقلى في نار متوسطه. نعاود نولو العجينه مور ما كنت خليتها خمرت ساعه ونص. شوف كيفاش راهي طريه وجات بيضه كيما لايمتها بالحليب. نحطو لاباط فوق سطح العامل ونطموها هكا غير بالعقل قسمات تسقم شويه. نجيبو الميزان نوزنو كل وحده 150 غرام. تقدروا توزنوهم 140 غرام بصح معليش 150 هي اللي مليحه باش ما يجوكمش صغار بزاف. واللي ما عندهاش ميزان عينها هي ميزانها، تقدروا تقسمهم على 3 قطع متساويه. هنا ما خليهمش يريحوا، نروحوا ديريكت نجيبوا الكاس تاع الحليب تاعنا بارد، ما يكونش دافي ولا سخون. والكاس تاع الجلجلان ماذا بيكم ما يكونش محمص تاني. ونديروا ديك العجينه في الحليب قبل ومن بعد في الجلجلان حتى يتغطى مليح ما في الجوانب، وهكا نكملوهم كامل. هنا نبداو نحلو فيهم بالحلال. واذا شفتها تلصق لكم ديروا شويه فرينه، ما تكتروش بزاف لاخاطش كنت درناها في الحليب راهي تلصق شويه. وكملوا حلوها بشكل دائري ما تخسروهاش، وخطر على خطره قلبوها بلا ما تتخسر لكم تاني وتكون مرقيقه بزاف مخشينه. ها وليك السمك تاعها كيما راكم تشوفوا فيا. ها ونجو نقسموها على 4 بهذه الجراره كيما راكم تشوفوا تاني، وسيو اقسموها بالتساوي. من بعد نجيبوا سنيوه ونديروا فيها بابي كويسون ونحطوهم ونغطيوهم، نخليهم يخمروا نصف ساعه قيس ما يضعف لي الحجم تاعهم باش كي نقليهم يجوا فارغين من الداخل ما يجونيش معجنين. هام لي كمروا ما ريحوا وتنفخوا لي شويه، نروح ندير الزيت تاعي تسخن مليح مليح ونروح نقليهم. نحطوا الحبه تاعنا في الزيت. هنا واش نديروا غير نحطوها نبداو نرمو الزيت من الفوق هكا كما كنتوا تشوفوا بالمغرفه باش تتنفخ لنا الحبه وما تبقاناش معجنه من الداخل. غير تشوفوها تنفخت كاع اقلبوا الحبه وخلوها طيب لكم هكذا دوغي كيما طيبتها انا. كملوا كامل الحبات تاعكم هكا. هاملي كيفاش طيبتهم ما تحرقوليش وجاو طريين ومنفخين.
دوكا ندوزو باش نحشوهم من الداخل. شوفوا هنا جبت الدجاج اللي كنت طيبته وقطعته هكا صغير. زدت جبت وريقات شلاضة غسلتهم وقطرتهم. نتوما اذا حبيتو زيدوا فيهم طماطيش ولا فرماج على حسب اختياركم. نجيبوا المقص تاعنا ونحلوها كيما راكم تشوفوا، بصح كي تقطعوها ما تحبطوش كامل تحت. هاوليك من الداخل شوفوا كيفاش جا فارغ، ماشي قاع معجن. نجيبوا شلاضة نديروها ونزيدوا الدجاج وهكا نكملوا كامل حبة تاوعنا ونشوفوهم في صحن التقديم. كانت هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش تجربوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم وديروا ابوني للمزيد من الوصفات. سلام.